دول الاربعه ستيجز اللي اي بزنس اونر في العالم بيستك فيهم. يا اللي هو لسه واقف ومش عارف يبلان وبيبقى محتاج بلان، يا اللي هو عمل بلان كويس جدا بس مش عارف يبتدي منين، وهنا اللونشنج فيز ده بيجي دورها. يا اللي هو هي اوريدي لونشد وهي اوريدي عنده اوبريشن بس هو ستك في الاوبريشن وعنده شويه مشاكل في الاوبريشن، فهنا بيجي دور المانجمنت. او هو عمل بلان كويس جدا وهو عمل لونش بروجكت بتاعه جدا، هي 100% فولي اوبريتد بس هو مش عارف فين الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه اللي هي بتاعه الجرو دي المفاجاه ان انا لازم اعيد من الاول، لان في الجروينج انا لازم ارجع من الاول وبلان عشان اجرو ولونش البلان بتاعه الجروينج ومانج البلان بتاعه الجروينج فيحصل جروينج. عشان كده دايما مرحله الجروينج دي او النكست ستيب دي بتبقى من اصعب المراحل في اي بزنس في الدنيا. ان انا عندي بزنس خلاص والبزنس ستيبل، مش عارف اخد الخطوه اللي بعديها عشان انت محتاج ترجع 3 خطوات لورا، ترجع 3 خطوات عشان انت محتاج تبلان انت عايز تجرو فين، بانهي اتجاه، بانهي شكل، بانهي فلوس، لانهي اودينس، على نفس البرودكت ولا على غيره، ولا على اودينس اوسع ولا على ايه. فمحتاج ترجع 3 خطوات لورا. فدي اصعب حته في مرحله البيزنس، ان هو يا تو جرو يا تو ستارت. دول اصعب حتتين في اي بيزنس، ان انا ابتدي اصلا فروم سكراتش او ان انا ابتديت وانا ام اون تراك بس محتاج ليفل اب فيحصل الجروينج. فده معناه ان انت لازم تريستارت على سكيل مختلف. السلام عليكم. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا، هتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.